أهلا بيكم في قناتنا وفيديو جديد مع لعبة خمن الإجابة الصح. حضارة عمرها آلاف السنين هنتحدى بيها معلوماتك دلوقتي. 45 سؤال عن الفراعنة وملوك مصر القديمة. يلا نشوف هتجاوب على كام سؤال صح. وما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نبدأ. من هو أول فرعون قام بتوحيد قطري مصر الشمال والجنوب ويعتبر مؤسس الأسرة الأولى؟ مينا نارمر. ما هو اسم المهندس المعماري الذي صمم الهرم المدرج في سقارة للملك زوسر؟ إيموحوتب. مين بنى الهرم الأكبر في الجيزة؟ خوفو. من هي أشهر ملكة حكمت مصر كفرعون كامل السلطة واشتهرت برحلتها التجارية إلى بلاد بونت؟ بالظبط، حتشبسوت. ما هو الاسم الذي أطلقه الفرعون آمنحوتب الرابع على نفسه عندما غير الدين الرسمي إلى عبادة الإله أتون؟ انت صح، اخناتون. مين هو إله الشمس عند المصريين القدماء؟ الإله رع. أين يقع معبد أبو سمبل؟ في أسوان. كلمة فرعون معناها إيه؟ البيت العظيم. من هي زوجة الملك إخناتون الشهيرة التي اشتهرت بجمالها وأهميتها الدينية والسياسية؟ نفرتيتي. من هو الفرعون الذي اشتهر بلقب رمسيس العظيم ويعتقد انه حكم لأطول فترة بعد بيبي الثاني؟ رمسيس الثاني. اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون كانت سنة كام؟ 1922. من هو إله الموت والحساب وكان رئيسا لمحكمة الموتى؟ بالظبط، أوزوريس. ما هي أهم إنجازات الملك أحمس الأول الذي يعتبر مؤسس الأسرة الثامنة عشر؟ طرد الهكسوس من مصر. من هو أعظم فرعون عسكري في التاريخ المصري والذي يعرف بلقب نابليون مصر؟ تحتمس الثالث. من هو الإله الذي كان مسؤولا عن طقوس الجنازة والتحنيط وحماية المقابر ويصور براس ابن أوى؟ أنوبيس.
من هي آخر حكام الأسرة البطلمية التي انتهت حكمها بهزيمتها أمام الرومان؟ كليوباترا السبعة. من هو الإله الذي كان يعبد كإله السماء والحماية ويصور برأس صقر؟ الإله حورس. ما هي المادة التي استخدمها المصريين القدماء لتجفيف الجسد أثناء عملية التحنيط؟ ملح النطرون. من هو الفرعون الذي يرجع إليه الفضل في محاولة بناء قناة تربط النيل بالبحر الأحمر قبل قناة السويس الحديثة بآلاف السنين؟ سنوسرت الثالث. من هي زوجة رمسيس الثاني التي أقام لها معبدا صغيرا بجوار معبده الكبير في أبو سمبل؟ نفرتاري. من هو الفرعون الذي ينسب إليه بناء هرم اللاهون في محافظة الفيوم؟ سنوسرت الثاني. من هو أول شخص قام بفك رموز اللغة الهيروغليفية باستخدام حجر رشيد؟ جان فرانسو شامبليون. ما هو الاسم الذي أطلقه المصريين القدماء على النوبة جنوب مصر والسودان حالياً؟ كوش. ما هو الاسم الذي أطلقه المصريين القدماء على النسر الذي يرمز للجنوب؟ صح، نخبت. من هو الإله المسؤول عن اختراع الكتابة الهيروغليفية وكاتب العالم السفلي والأدب؟ تحوت. كم عدد الأهرامات المكتشفة في مصر تقريباً؟ من 118 إلى 135 هرم تقريباً. ما هي المادة التي كان المصريين القدماء يستخدمونها للزجاج والخرز والحلي والتي تتميز بلونها الأزرق والأخضر؟ الفيانس أو الفيانسي. ما هو الاسم الذي أطلق على معبد الملكة حتشبسوت الجنائزي في الدير البحري؟ جسر جسرو. كم فترة حكم الملك بيبي الثاني حيث تعتبر فترة حكمه أطول فترة مسجلة في التاريخ المصري القديم؟ حوالي 94 سنة. ما هو الاسم الذي أطلقه المصريين القدماء على الرأس السام لثعبان الكبرى والذي كان يرتدي على جبين الفرعون؟ الصل. من هو الفرعون الذي يرجع إليه بناء معبد أبيدوس الجنائزي الشهير المعروف بلوحة الملوك؟ الملك سيتي الأول. ما هو الاسم الذي أطلق على النقود المعدنية التي كانت تستخدم في مصر القديمة؟
نوب نفر. من هو الفرعون الذي يرجع إليه الفضل في إنهاء فترة العمارنة الدينية وتدمير آثار إخناتون وتشويهها؟ حور محب. من هي الآلهة التي كانت رمزا للشمال وتصور على شكل أفعى كبرى؟ ويدجت. ما هي المادة التي كان المصريين القدماء يستخدمونها ككحل للعين ويعتقد أنه كان له خصائص طبية؟ الجلينة، كبريتيت الرصاص. في أي عام تقريبا انتهى حكم الفراعنة بسيطرة الإمبراطورية الرومانية على مصر؟ سنة 30 قبل الميلاد. ما هو الاسم المصري القديم للمدينة التي تعرف اليوم باسم الفيوم والتي كانت مركزا مهما للري في الدولة الوسطى؟ شدت. ما هي الأواني الأربعة التي كانت تستخدم لوضع أحشاء المتوفي أثناء التحنيط؟ الأواني الكانوبية. من هو عالم الآثار الذي اكتشف المقبرة الملكية للفرعون توت عنخ آمون في وادي الملوك عام 1922؟ هوارد كارتر. من هو الاسم الذي أطلقه المصريين القدماء على تمثال صغير يوضع في القبر للقيام بالعمل بالنيابة عن المتوفي في الآخرة؟ تماثيل الأوشبتي. من هي الملكة التي حكمت مصر لفترة قصيرة في نهاية الأسرة الثانية عشرة واعتبرت كفرعون كامل السلطة؟ سوبك نفرو. ما هي المدينة التي كانت بمثابة عاصمة مصر ومقر الحكم الرئيسي خلال عصر الدولة القديمة؟ منف. من هو إله الحرب الرئيسي عند المصريين القدماء؟ مونتو. من هو أصغر فرعون حكم مصر سنا وتوفى في سن مبكر والذي اشتهر بالطفل الذهبي؟ توت عنخ آمون. من هو الإله الذي يمثل إله الرياح والهواء ويصور عادة كرجل يرفع السماء عن الأرض؟ الإله شو. شكرا على مشاهدتكم ونتمنى تشاركونا رأيكم وتقولوا لنا عاوزين الفيديو الجاي عن ايه، وما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. نشوفكم في لعبة جديدة.